محترمه، مش قنوات بعد، ناس محترمه وخلاص باليوتيوب. تبعد عني احسن لك يا عاطف، تبعد عني احسن لك، لا قسما بالله. باقي مصر وتعرف انا بعمل ايش، تعرف انا بعمل ايش. تضايقني ثاني مره. انا بشوف انا الحين يعني ما قصروا معاي اللواء صقر حازم صقر، سوري، حازم صقر ما قصر معاي، والضباط ما قصروا معاي، وشرحت الموضوع وقالوا لي تعال ثاني مره وتاخذ حقك ثالث ومثلث. اتمنى تجيب سيرتي بحاجه، اتمنى تضايقني بحاجه، اتمنى اتضر بحاجه، اتمنى. بس انا راح اجي مصر، ولكن انا الحين كنت عايز امدد، بس اللي وقفني كلمه قالها عاطف لما كلم ابو قاسر وقال له ليش تعمل مع عبد الله كده، هو مش محتاج الموضوع انه يعني تطلع عليه فيديو كامل وتشوه صورته وتحيا مصر. طبعا تحيا مصر. انا بقول تحيا مصر، وانا ضد مصر؟ انا بقول تحيا مصر. انت مخك شنو فيه يعني؟ مخك معبى شنو؟ هذه محسوبة عليك، محسوبة عليك، دي محسوبة عليك. وانك تتستر وتقول محترم احمد جمهورية ما في شيء، لا في شيء. انا شفتهم بعيني، انا شفت الهدرو بعيني، واول مرة اشوف الاشياء دي، اقسم بالله العلي العظيم اول مرة اشوف الاشياء دي. ده نصب علي براس البر، سمسر هو واصحابه، قاني متدروخ. والله العظيم ما دفع لي جنيه واحد، والله العظيم ما ضيفني بجنيه واحد. القهوه خلاني انا بدفعها. بيروح لابو قاسر بيقول له عبد الله اعطاك الفلوس كلها، عبد الله اداك الفلوس كلها. ده احمد اللي فكرته محترم ودافع عنه ان شاء الله. انا يا جماعه بقول كده لانه لاخر نفس قلت عايز اعمل معاهم الصح، استر عليه، وكل حاجه عملها وكده من رعب انا اهرب بجلدي واروح للناس قنوات محترمه افضل لي. هي قنوات مصر كلها هدروا يعني؟ قنوات مصر كلها مش محترمه؟ لا، في قنوات محترمه يا جماعه. طيب انا طلعت باحترامي وادبي، ما قلت ادبي على حد. طالعين عبد الله ساب صاحبه، عبد الله باع صاحبه. شنو باع صاحبه؟ دي مخدرات وانا جاي سايح، تبون تبلشوني يعني ابتلش معاه؟ انا الضابط اللي بالكمين قسما بالله صدمني والله العظيم قسما بالله. قاني ابو قاسم موجود بيقول لي ايه رماك على الاشكال دي؟ انت مبين عليك محترم، راجل محترم ونظيف. الضابط نفسه يقول ايه رماك مع الاشكال دي؟ لقوا معاهم حشيش هدروا، لقوا معاهم سلاح لونه فضي، لقوا مع احمد سلاح. بعدين احمد قال لنا تعالوا معي، قلت انا اجي معاك كذا اقف معاك. يعني شلون يعني؟ ازاي انا ضيف عنده يعني لو انا متورط معاه دلوقتي، انا جاي سايح ما اعرفش حاجه ولا حاجه. لو انا الحين متبهدل معاه، لو الحين انا وابو قاسم متبهدلين وقالوا لا انتم معاهم وما اعرفش ايش، مع ان احنا لا ناقه ولا جمل. احنا ما يعني، حتى هو اللي قال لي تعال راس البر قريبه من عندنا وحلوه وبلد حلوه. جيت راس البر جاب معاه شباب اشكالهم ما ادري شلون صايره. قسم بالله ما اشكال مش يوتيوبر، ورب الكعبه اشكال مش يوتيوبر. والله العظيم انا طلعت قلت اطلع بادبي، وخلاص، اطلع بادبي وخلاص، ابعد عن الناس هذه. طلعت قلت انا مش عايز حوارات، وانا بعدت وقاعد ارن عليه يعني. انا وابو قاسر رن ما حدش يرد، يسكرون التليفون بوشنا عشان اقوم بالواجب. قلت اساعده مثلا احط له محامي، يعني مثلا احط له محامي. وما كنتش اعرف انه اللي انا شفته ده ايامها، ما كنتش اعرف الا لما قال لي، يعني سالت اشخاص قالوا لي يا بابا هذا هيدرو. قلت السيجاره البني دي اللي كده كبيره ما ادري شنو، سيجاره ما ادري لفه ما ادري شنو. قالوا لي ده هيدرو، وكيس وما اعرفش ايش ده بالكمين.
على فكرة صادوه معاه بالكمين. انا بقيت خايف، انا بقيت بقول لابو قاسر فتش شناطي عشان انا اروح المطار، ما يمكن حاطين لي حاجة، ولا يعني انه يعني بيداروا نفسهم من حاجة وحطوا حاجة بشنطتي. دور في مخدرات في شيء، ايه ده؟